مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سي سبورت. رجعنا لكم بفيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتكلم عن مباراة نادي ريال مدريد أمام نادي أوساسونا ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مباريات الدوري الإسباني. فيستعد النادي الملكي لخوض مباراة مهمة في منافسات الدوري الإسباني بعد الانتصار الكاسح على مانشستر سيتي بنتيجة 3 أهداف ل2 ضمن مباريات الملحق المؤهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وريمونتادا جديدة للنادي الملكي وأداء كان خيالي من اللاعبين خاصة من فينيسيوس الذي توج بجائزة رجل المباراة. اللاعبين المدرب الريال كان مقنع في مباراة السيتي يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الاتحاد، اكتسح المباراة بالطول والعرض لولا الحظ ولولا تضييع الفرص الكثيرة، لكان الريال خرج بنتيجة كبيرة جدًا وفوز ساحق على مانشستر سيتي. المهم مباراة الغد يوم السبت يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا، مباراة مهمة للنادي الملكي لمواصلة الحفاظ على الصدارة في الدوري الإسباني بعد التعادل في الجولة الماضية في الديربي أمام أتلتيكو مدريد ب1-0 على ملعب البرنابيو. يدخل الريال في هذه المباراة مهمة من ناحية مواصلة الحفاظ على الصدارة قبل مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم، فالفريق مطالب بالانتصار ليحافظ على نتائجه الجيدة ويحافظ على تصدره للدوري الإسباني. المباراة في متناول اليد تقريبا، مباراة متوقع فيها أن يحقق النادي الملكي انتصار و3 نقاط. المباراة ستقام أعزائي المشاهدين يوم السبت عند الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، 5:15 بتوقيت فلسطين ومصر، 4:15 بتوقيت الجزائر والمغرب. فتوقعاتكم أعزائي المشاهدين لنتيجة هذه المباراة، من سيفوز في هذه المباراة، ريال مدريد أم أوساسونا، أم ستنتهي بالتعادل؟ وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الفيديو. قبل الختام نتمنى منكم تدعمونا كالعادة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كنتم غير مشتركين، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة قريبا بإذن الله.